تخيل نفسك شاب في سن المراهقة، مليان طاقة وعقل بيغلي بالأفكار، قاعد في أوضة صغيرة، الدنيا ساكتة وفي دماغك سؤال بيزن كأنه حجر بيترمي في بحر هادي. لو كل مخلوق ليه خالق، مين خلق الله؟ كان ده أول سؤال جر الدكتور مصطفى محمود لرحلة طويلة، رحلة بدأت من الشك وغاصت في قلب العلم والفلسفة ولفت حوالين الكون والروح والعدل، لحد ما وصلت في النهاية لإيمان راسخ مبني على الفهم مش على الوراثة. أهلا بيكم. النهاردة هنغوص شوية في كتاب مهم، رحلتي من الشك إلى الإيمان للدكتور مصطفى محمود. والكتاب ده بيقدم رحلة فكرية وروحانية كمان مميزة جدا، بنشوف فيه إزاي الأفكار ممكن تتغير، وإزاي التساؤلات الكبيرة اللي بدأت من شك ممكن توصل لفهم تاني خالص، وإزاي حتى العلم اللي ممكن يبان إنه بعيد عن الإيمان كان هو نفسه جزء أساسي في الرحلة. هدفنا نستعرض المحطات الرئيسية في رحلة الدكتور مصطفى محمود. بداية التساؤل. في سن المراهقة كان مصطفى محمود بيشوف نفسه أذكى من إنه يكتفي بالإجابات الجاهزة. سأل بصراحة: انتوا بتقولوا إن الله خلق الدنيا لأنه لابد لكل مخلوق من خالق. طيب ما تقولولي مين خلق الله؟ ولو كان جه بذاته، ليه ما ينفعش نقول إن الدنيا جت بذاتها وخلاص؟ هو بيعترف بعدين إن السؤال ده ما كانش بدافع البحث عن الحقيقة قد ما كان نوع من الزهو بقدراته العقلية اللي لسه مكتشفها. لكن مع الوقت فهم إن السؤال فيه مغالطة منطقية، لأنه بيحول الخالق لمخلوق في نفس الجملة. فبيقول إن العقل في بداياته ممكن يقع في الفخ ده وهو بيحاول يستعرض قدراته، وبعد المرحلة دي دخل في مرحلة تانية خالص، مرحلة انغماس في العلم وقرايات لسلامة موسى، داروين، فرويد، الأسماء الكبيرة في الفكر المادي والعلمي. وقتها وضح إن التوجه كان مادي بحت وتجريبي، وخصوصا مع دراسته للطب، التدريب العلمي الصارم ده عزز عنده الفكرة دي جدا، فكرة إن اللي مش بنقدر نشوفه أو نحسه أو نقيسه في المعمل يبقى ببساطة مش موجود. ما لا يقع تحت الحس فهو غير موجود. أي كلام عن الغيب كان مرفوض تماما. والغريب إن نفس العلم ده، العلم المادي، هو اللي بدأ يرجعه تاني يفكر. دي يمكن أكتر حتة مثيرة للاهتمام في الرحلة. هو بدأ يشوف إن العلم نفسه بيكشف عن نظام ودقة مذهلة في الكون، من تصميم ورقة الشجر، جناح الفراشة بتفاصيله، لحد تركيب الذرة وقوانينها وحركة الكواكب. حس إن كل ده مش ممكن يكون ماشي بالصدفة كده. حس إن في بصمة هندسة، بصمة نظام محكم جدا. وده اللي خلاه يبدأ يفكر في وجود قوة منظمة ورا كل ده. وده اللي خلاه يميل شوية لأفكار فلسفية زي وحدة الوجود، اللي هو الله والطبيعة حاجة واحدة. متأثرا مثلا بإسبينوزا أو الفكر الهندي، مر بمرحلة كان بيتصور فيها إن الله هو الطاقة اللي جوه الكون، أو زي ما بيقولوا الفعل الخالص، يعني القوة المحركة للوجود، مش كيان منفصل عنه. كأنه محاولة لفهم الإله ده من خلال المادة نفسها، محاولة مادية لفهم ما وراء المادة. وهنا العلم رجع تاني، بس المرة دي عشان ينقح الفكرة دي، يعني صحح المسار. هو شاف إن اكتشاف وحدة المادة، إن كل العناصر أصلها هيدروجين مثلا، ووحدة القوانين الفيزيائية في الكون كله، ده مش دليل على إن المخلوقات هي الخالق. لأ، ده دليل على وحدة الصانع. هو استخدم مثال حلو قوي، مثال الناقد الفني. لما ناقد يشوف لوحات كتير بنفس الأسلوب والخامات بيقول إيه؟ بيقول الرسام واحد، مش بيقول اللوحات هي الرسام. يعني وحدة الأسلوب دليل على وحدة الصانع، فوحدة النظام والقوانين في الكون دليل على وحدة الخالق. وهنا جاء دور العلم مرة جديدة، العلم اللي كشف له عن عقل جبار ورا الخلق ده كله. هو ده الاستنتاج الأهم، عقل كلي شامل، مش بس بيخلق، لا ده كمان بيهدي مخلوقاته وبيجهزها بوسائل الحياة، زي الأمثلة اللي ذكرها مثلا، إزاي البذرة في الصحراء يبقى ليها جناح عشان الهواء يطيرها المكان فيه مية، أو بيضة البعوضة يبقى لها أكياس هواء عشان تطفو على وش المية. دي تفاصيل شاف فيها عناية وتدبير من خالق عليم وقدير ومتعال عن المادة نفسها تماما. واحد أحد عليم قدير. العلم كمان قدم له دليل ضد الفكرة التانية اللي هي أزلية الكون، إن الكون ده ملوش بداية. هنا الدكتور استشهد بالقانون التاني للديناميكا الحرارية. القانون ده بيقول إن الحرارة دايما بتتنقل من الجسم السخن للبارد لحد ما كله يبقى نفس درجة الحرارة، وإن لو كان الكون أزلي بدون ابتداء لكان التبادل الحراري قد توقف في تلك السنوات الطويلة المتاحة، وبالتالي لتوقفت كل صور الحياة، ولا بردت النجوم وصارت بدرجة حرارة الصقيع والخواء حولها، وانتهى كل شيء. إن هذا القانون هو ذاته دليل على أن الكون كان له بدء، والقيام الصغرى التي نراها حولنا في موت الحضارات وموت الأفراد وموت النجوم وموت الحيوان والنبات وتناهي اللحظات والحقب والدهور،
هي لمحة أخرى تدلنا على القيامة الكبرى التي لابد أن ينتهي إليها الكون. إثبات الروح وتفوقها على الجسد. ينتقد الكاتب النظرة المادية اللي بتعتبر الإنسان مجرد وظائف فسيولوجية قائلا: إذا كنت أنا الجسد فكيف أتحكم في الجسد؟ وإذا كنت أنا الجوع فكيف أتحكم في الجوع؟ يستدل على وجود الروح من خلال ظواهر مثل النوم، الذاكرة والقدرة على إدراك الزمن. يرى أن النوم ثم اليقظة، وهو النموذج المصغر للموت ثم البعث، يكشف لنا مرة أخرى عن ذلك العنصر المتعالي الذي يخلق بحضوره في تلك الجثة النائمة. أما عن الذاكرة فيرى أنها ليست مجرد نقش وحفر على مادة الخلايا، بل هي صور وأفكار ورؤى مستقلة مسكنها وقرها الروح وليس المخ، وسوف تموت وتتعفن الخلايا المخية، وتظل الذاكرة شاخصة حية بتفصيلاتها ودقائقها تذكرنا في حياتنا الروحية الثانية بكل ما فعلناه. العدل الإلهي كحقيقة فطرية. يؤكد الكاتب على شعور الإنسان بالعدل ليس مكتسب، بل هو حساس الفطرة الأولى الذي ركبه الخالق في بنية المخلوق، ويقدم أمثلة على هذا الإحساس حتى في الحيوانات، مثل شعور القطة بالذنب عند السرقة أو غضبة الجمل ووفاء الحمام. يرى أن الكون كله جدول من القوانين المنضبطة الصريحة التي لا غش فيها ولا خداع، ويشير إلى أن الفوضى والظلم في عالم البشر هما نتيجة لحرياتنا التي أسأنا استعمالها. يخلص إلى أن العدل حقيقة أزلية سوف تقول لنا أن جميع القوالب المادية والحيوانية هي استحقاقات مؤكدة لا ندري شيئا عن تفاصيلها، وأن شعورنا العميق بالعدل يدل على وجود العدل المطلق في الآخرة. الظمأ إلى العدل لابد أنه يدل على وجود العدل، ولأنه لا عدل في الدنيا فهو دليل على وجود الآخرة حقيقة. الخلوة والصدق مع النفس. يدعو الكاتب إلى الخلوة مع النفس كشيء ضروري ومقدس للوصول إلى الصدق مع الذات. يرى أن الحياة مليئة بالزيف والأكاذيب التي تبدأ من مظهرنا الخارجي وتنتقل إلى تعاملاتنا اليومية والسياسية وحتى الدينية. لحظة الخلوة مع النفس حينما يبدأ ذلك الحديث السري، تلك المكالمة الانفرادية حيث يصغي الواحد لنفسه دون أن يخشى أذنا أخرى تتلصص على الخط، هي لحظة من أثمن اللحظات. يؤكد أن الحق في القرآن هو الله، وأن هذا الحق متجاوزا للدنيا، وأن لحظة التأمل الصافي تقودنا إليه. التوازن الكوني كدليل إلهي. يستعرض الكاتب العديد من الأمثلة على التوازن الدقيق في الكون، بدءا من حجم الأرض ومسافة دورانها حول الشمس، وزاوية ميلها وسمك قشرتها وكثافة الغلاف الجوي، وصولا إلى التوازن داخل جسم الإنسان، نسبة العناصر في الدم، درجة الحرارة، ضغط الدم، إلى آخره. يقول إن كل هذا الاتساق والنظام حدث صدفة واتفاقا هي السذاجة بعينها. ويختم هذا الفصل بقوله: هذا التوازن العظيم والاتساق المذهل يصرخ أن هناك مبدعا لهذه البدائع، وأنه إله قادر جامع لكم الكمالات. المسيح الدجال كرمز للقوة المادية المجردة. يقدم الكاتب تفسيرا رمزيا لمفهوم المسيح الدجال في الأديان. يرى أن المسيح الدجال قد ظهر بالفعل، وهو التقدم العلمي والقوة المادية والطرف المادي، مدينة العصر الذري، العوراء العرجاء التي تتقدم في اتجاه واحد هو الاتجاه المادي. هذه القوة تفتقد العين الثانية، القون الموحد، فهي قوة بلا محبة، وعلم بلا دين، وتكنولوجيا بلا أخلاق، وقد افتتن الناس بها وعبدوها، فاختلطت علينا الوسيلة بالغاية، وسجدنا مبهورين فاقدين الوعي، فجعلنا من القوة المادية غايتنا. نتيجة لهذه العبادة المادية أصبح الإنسان كئيبا مهموما خائفا قلقا، يلجأ إلى المخدرات والانتحار، ويعيش صراعا طبقيا وعنصريا، عالم فظيع من الخوف والقتل. يرى الدين الإسلامي يقدم الحل لهذا الوضع المأساوي من خلال التوحيد الذي يجمع بين الروح والجسد، ويعيد للإنسان توازنه وهويته. الإسلام يقدم إلى هذا العصر المادي كل تراثه الروحي دون أن يكلفه أن ينزل عن شيء من مكتسباته العلمية أو تفوقه المادي. كل ما يريده الإسلام هو أن يحقق الاقتران الناجح والتزاوج الناجح بين المادة والروح، لتقوم مدينة جديدة هي مدينة القوة والرحمة. الخلاصة اللي بيوصل لها دكتور مصطفى محمود في الجزء ده من رحلته إن المشكلة مش في العلم الحقيقي مش ضد الإيمان. المشكلة ممكن تكون في نص العلم، يعني الفهم السطحي للعلم، خصوصا في عصر الإنجازات المادية الكبيرة
العقل البشري ممكن يتصور إن هو يقدر يفهم كل حاجة ويسيطر على كل حاجة، لكن العلم الحقيقي المتعمق في رأيه مش بيتعارض مع الإيمان، ده ممكن يكون هو نفسه الطريق اللي يوصلنا الإيمان ويثبته كمان. يعني رحلة مثيرة فعلا بدأت بتساؤل وشك، ودخلت في قلب العلم المادي وانتهت بإن العلم نفسه بقى دليل على وجود خالق منظم وحكيم. ولحد هنا انتهت حلقتنا، ولو عجبتك الرحلة دي افتكر إن الإيمان مش محطة، الإيمان طريق. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك رحلاتنا الجاية أول ما تنزل. والسلام ختام.